السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بألف خير ومرحبا بكم في كويزين غيتا مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم تشيز كيك بدون جيلاتين بمكونات بسيطة وفي المتناول. غادي نديروه بواحد الطريقة اللي هي كيف ما ذكرت سهلة وغيجيكم ناجح من أول مرة. كيف ما كتعرفوا إن شاء الله بحلول السنة الجديدة كنبغيو بحال هاد الحلويات نشاركوهم مع الأسرة ديالنا. غادي نديروه بأبسط مكونات إن شاء الله، وكيف ما ذكرت بدون جيلاتين، يعني تيجي ناجح 100% وكيجي لذيذ. ما غاديش تشبعوا منه، غير تبعوا معايا يعني المراحل والطريقه في نفس الوقت. غادي نديروه بشكل عائلي وغادي نديروه بشكل فردي، يعني غادي نديروه في مول عائلي وغنديروه طبعا في مولات فرديين، وكيبقى لكم الاختيار باش نتوما ديروه اما فردي واما عائلي طبعا هكذا، باش يمكن لكم تختاروا كيف ما بغيتوا. والتزيين راه حنا كل واحد كيزين على حسب الطريقه ديالو. اذا التشيز كيك ديال اليوم اختاريت هذه الحلقه لانها في الصراحه بسيطه بالنسبه ليا. كنديروا دائما هذا التشيز كيك راه سهل، تنقول لكم سهل لان فعلا سهل، ماشي غير يعني حيت كنديروه وبسيط في نفس الوقت وكيجي لذيذ طبعا. كيف ما غادي تشوفوا معايا حتى المقادير ديالو راه ما غاديش يكونوا كثار. انا هنا كتشوفوا عندي الكميه كثيره، تقريبا انا هنايا عندي 600 غرام ديال البسكوي مع الزبده مذوبه مع الشوكولاط ديال الدهن. اذا كيف ما شفتوا غادي نعطيكم فقط كميه قليله. نتوما غنعطيكم المول ديال 22 سنتيمتر. اذا في البسكوي غادي تلقاو دائما المقادير في صندوق الوصف. غادي ديروا بالنسبه للبسكوي غديروا 250 غرام، في 40 غرام ديال الزبده دائبه، في 40 غرام ديال الشوكولاط ديال الدهن. من الاحسن لا درتو يعني شي نوع اللي هو زوين باش كيجيكم البسكوي لذيذ. اذن هنا غادي نطحن البسكوي ديالي. انا هنا ضاعفت المقادير لجوج ديال المقادير ونص. اذن هنا علاش عطيتكم المقدار ديال المول ديال 22 سنتيمتر، غادي نخليه لكم طبعا في صندوق الوصف كما ذكرت. اذن من بعد كنطحنوا البسكوي ديالنا، كنزيدوا عليه الزبده وكنزيدوا عليه الشوكولاط الدهن. اذن كيف ما ذكرت 250 غرام بالنسبه للمول 22، 250 غرام ديال البسكوي مع 40 غرام ديال الزبده مع 40 غرام ديال الشوكولاط، وغادي نحركهم بهذا الشكل. وغادي ندير في المول اللي عندي وغنبقى نضغط باش ما بغيتو يمكن لكم تضغطوا اما بهذا سباتولا ولا غادي ديروا الكاس، يعني القعر ديال الكاس كنبقاو نضغطوا حتى يتملس لينا بهذا الشكل. هاد التشيز كيك ما غاديش نطيبوه نهائيا. كيف ما غتشوفوا البسكوي باقي ان شاء الله نشوفوا حلقات اللي تنطيبوا فيهم البسكوي، هنا ما غاديش يطيب. باش تنقول لكم راكم غتحضروه بواحد السهوله بحال هكذا، غنضغطوا عليه حتى يولينا مالس وغادي نستمروا هكذا حتى نكملوا جميع هذا الشيء اللي استخدمت انا في المولات الصغار. نفس المقدار يمكن لكم ديروا ديال تشيز كيك ديال 250 غرام ديال البسكوي مع المقادير الاخرين هما اللي غيجيوكم في هاد المولات الصغار ان شاء الله. كنحاولوا نضغطوا بهذا الشكل طبعا اللي كيتوفر عليهم كيكونوا هكذا ولا كيكونوا دائريين. كيف ما كنتو كتوفروا عليهم يمكن لكم ديروهم، كيجيو في الصراحه زوينين وكيعطيو حتى كيجيو فرديين احسن. إذن بهذا الشكل دائما كما شفتوا كنضغط غير المعلقه حتى كنكمل. ومن بعد ما تنكملوا هاد الكميه كلها اللي عندنا كندخلوهم للمجمد حتى يشدوا راسهم وننتقلوا باش نديروا المول الاخير. كيف ما قلت انا كنت عندي كميه كثيره، داكشي علاش ضاعفت المقادير. المقدار اللي عطيتكم اللي غادي تلقاو في صندوق الوصف تنعاود نكررها، درتو انا جوج المقدار ونصف، هذاك الشيء باش يعطاني هاد الكميه كلها. اذن هنا كيف ما شفتوا غادي نعطيكم الكميه ديال المقدار اللي عطيت. دائما عندنا علبه ديال الفرomاج، من الاحسن الا كان الماسكاربون، الا ما كانش ديروا اي فروماج غير هو يكون فروماج دهني. اذن غادي ديروا 250 غرام ديال اي فرماج بغيتو، وغديروا 200 غرام ديال لا كريم فريش مع 120 غرام ديال الشوكولا ديال الدهن دائما. اذن هادو هما المقادير اللي غادي نستعملوا. هنايا انا كنعاود نكرر راني مضاعفه المقادير، داكشي علاش غادي تشوفوا الكميه عندي هنايا كثيره. اذن غادي ننتقلوا غادي نديروا الكريم فريش هو الاول غادي يذوب بهذا الشكل.
انا هنايا درت 600 غرام ديال لا كريم فريش، درت 250 غرام ديال العلبه وزدت واحد 100 غرام لان كيف ما تشوفوا عندي الكميه كثيره. اذن هنا غادي نطربوا الكريم فريش، ساهله الطريقه ديالو، يعني هذا تبقاو ديروه دائما ودائما. حتى الفرomاج رحنا غادي نضيف، ما غنديرش داك الكميه كل هذا الفرomاج، غادي نخلي منها لان كفاتني. هنا درت هذا فرomاج ديال الدهن، يمكن لكم هذا هو تعوضوه في عوض الماسكاربون بهذا الشكل. هنا انايا درت غير 3 وغادي نطحن وغادي نزيد الشوكولاط ديال الدهن بحال هكذا صافي. وغادي نحاول نخلط هاد الكريمات كاملين. هاد الشوكولاط ديال الدهن هو اللي كيشد لنا الكريمه ديالنا مع ديك يعني داك الفرomاج اللي درنا. اذن غنحرك القعر ديالو عاد نطرب هكذا باش نتمكن، لان الكميه عندي كثيره بهذا الشكل. ونستمروا حتى نساليو. زدت هذيك الطاسه لانها بان ليا بان ما غاديش تكفيني، وغادي نكمل التطراب ديالي بحال هكذا. طراب كهربائي طبعا باش كتنسجم لينا. اذن فقط غير بهذا الشكل راه كتجي الكريمه واقفه وكتجي عاقده وكتجي شاده راسها. اذن هنا غننتقل باش نوزع في المولات كاملين. غندير في المول الاول دائما كنهز وكنوضع وكنحرك بحال هكذا باش ما يبقاش شي فراغ بهذا الشكل. ومباشره راني كندخلهم المجمد اللي صاوبتها، كندخلها المجمد. كنحاول نخلي السطح ديالها يكون ماس. وتزيين طبعا كنزينوها باش ما بغينا. يمكن لكم تستغناو على التزيين، تذوبوا الشكلاط وديروه الا ما بغيتوش ديروا الفواكه الجافه بحال هكذا. يعني دائما كيف ما تنقول راه التزيين كيبقى اختياري. انا هنا زينت شويه ديال الكركاع، شويه ديال لاكاجو كمتوفر عندي، كيجي بهذا الشكل. وهنا شويه ديال رقائق الشوكولاط من الفوق زدتهم، ما دمنا اننا تشيز كيك ديالنا ديال الشوكولاط. اذن السر في هذا التشيز كيك هو ديك الشكلاط الدهن اللي درنا له. اذن هنا فاش ما كنحتاجوش نهائيا الجيلاتين، يعني كنخدموا به غير هكذاك وكيجي ناجح 100%. من بعد راني كنستمر كنكمل المولات بهذا الشكل. دائما كنحاول ما نخليش فيهم فراغ ونحاول نطلعهم حتى الفوق باش يجيونا هكذا عامرين ويجيو متناسقين. نفس الطريقه كنزينوا في هذه الفتره باش كيشد لينا تتشد لنا الفواكه الجافه يعني على التشيز كيك. وكنستمروا هكذا حتى نكملوا المولات ديالنا كاملين اللي عمرنا بالكريمه اللي غنديروا ديال التشيز كيك. من بعد راحنا تندخلوهم للمجمد، من الاحسن على الاقل 3 ديال السوايع حتى يشدوا لنا راسهم مزيان. عاد نخرجوهم. هاد المولات الصغار كندير واحد شويه د الماء حتى يسخن وكنمسحوا الجوانب ديالهم بواحد البونجه كنغطسوها في ديك الماء سخون باش هكا كيتحيدوا لنا بكل سهوله كما شفتوا من المولات. هذه هي الطريقه اللي كندير باش كنحيدهم من المولات، كيجينا المنظر ديالهم زوين وكيجيو راقين هكا فرديين. وكيف ما شفتوا ساهل التشيز كيك ديالنا، ما كيتطلب لا جيلاتين لا والو. وكنقطعوهم. لاحظوا معايا الكريمه كيفاش شاده في راسها بدون جيلاتين، كنعاود ناكد. ويعني التشيز كيك كيجي باين وكيجي شاد راسو بلا ما طيبناه فقط في المجمد. والمذاق ما نقول لكمش كيجي رائع بزاف. كنتمنى طبعا تجربوا هذا التشيز كيك وتردوا عليا، راه ناجح كيف ما قلت لكم 100% ان شاء الله. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه لانها بصراحه راها بسيطه وسهله وناجحه. كيف ما كتعرفوا الوصفات اللي تنعطيكم راها ناجحه بكل صدق، يعني تتكون مجربه ومعوده. عاد كنبارطاجيها معكم. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. هنا نكونوا ان شاء الله وصلنا للنهايه. وكيف ما تنقول لكم دائما ما تنساوناش من التسجيل في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد، وكذلك اللايك اللي كتشجعنا وكتخلينا نستمروا. كيف ما كنقول لكم دائما راه الفيديوهات كيتطلبوا جهد هادو ديال يعني ديال التحضيرات في المطبخ. كندير مجهود باش نسجل يعني وتجمع الفيديو. كنتمنى يكون تفاعل مع القناه وان شاء الله نبارطاجي معكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد. وكيف ما تنقول لكم دائما الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.